جابر بيلعب له كرة عرضية. الله. بص يا صاحبي، حلقه النهارده من الحلقات اللي مش عايز اتكلم فيها بكشكول ولا ورقه وقلم ولا عاوز اتدخل في اي تفاصيل. بص، التشكيل مكتوب عندك هنا اهو، مش عارف الكلام ده واضح ولا لا، لكن بص يا صاحبي، انا النهارده عاوز 11 راجل في الملعب. لا تقول لي بقى لعيبه ولا تقول لي فنيات ولا تقول لي افلامات، انا عاوز انزل اكسب بكره. بص، هم عندهم لحد النهارده روح في فريقهم، سيبك من كلام على السوشيال ميديا واصل الكلام والحكايه والروايه والتيت والشريط. هم لحد بكره، لحد ما الحكم يصفر، عندهم امل في فريقهم وعندهم امل. هقول لك ليه، ما انا جاي لك في الكلام اهو. هتقول لي يا عم انت كذاب، هجاص، قول زي ما انت عاوز تقول. انت بكره هتلاعب الاهلي رقم واحد، ولو لا قدر الله انهزمت بكره عندك الاهلي رقم 2 وهي سيراميكا في النهايه مش هتسيبك وهتضغط عليك زي ما انبي بضغط عليك في الذهاب وفي العوده. فخلينا نركزوا بما يرضي الله. انا عندي ماتش الدوري بكره ممكن يخلص بتعليق بلال علام، الدوري في 100 عقبه لو حصل وتعثر انبي، تعثر بيراميدز قدام انبي بالخساره. انا بكره هبقى بطل الدوري واعيد حكايات وروايات. الدوري ده انت عشت فيه لحظات صعبه جدا ب 15 قضيه قتل، انت بكره ممكن تصنع التاريخ، ممكن تصنع المعجزه. هتقول لي انزل ما كانش كلامك وتقول انا مش طمعان في الدوري. انا والله لحد كلمه طمعان في الدوري. انا عاوز اسكت الاحنكه البقات اللي شغالين مع النادي الاهلي يطلعوا يغيظوا فيك طول الموسم وعامل رعب للقاره بحالها. يا فندم امال انا مش عاوز اخش في حسابات بيرما بكره، انا هنزل ادوش على وشهم بكره. فرقه متاخده من طوب الارض رايح جاي، الفرق اللي خدتها من طوب الارض انا حاطط عليهم وكابسهم على وشهم. انا الزمالك حط فاينه نادي الزمالك ده قدامك يا ابني. هم كل يوم بيطلعوا ازاي يقولوا لك او يحسسوك ان انت خدت الدوري عشان هم وحشين، انت خدت الدوري عشان انت حسيت ان انت راجل قدمت وجودك دي في الملعب فوصلتك لحد النقطه دي. انت النهارده بتوجه رساله، انا الزمالك ارجع لبسطاتهم وارجع لتاريخهم وارجع للكلام اللي كانوا بيحاولوا بيه دمنا ودوس عليهم في الملعب. خليهم فرقه ما تنفعش الابيض والاسود التاني. انت النهارده بفوزك عليهم هتغرب النص الفرقه ده، وده اللي انا محتاجه. ده قلت انت خايف منه عشان فرقه، انا بقول لك عندهم عمق سكواد هو وبيراميدز مش عند اي حد في الدوري. انا سكوادي الاقل بسكوادي الاقل ده هدوس على وشهم بكره. يا انزل ما تسخنش عشان لو نزلت. انا عاوز اكسب بكره عشان خاطركم انتوا، عشان خاطر انا كده بنسبه كبيره باذن الله الدوري قريب من الزمالك. وحتى لو ما كانتش تفتحي دمي لان انا مش باصل للدوري، لان انا باصل لافريقيا. انا عاوز اكسب الكونفدراليه عشان خاطر واحد واثنين وثلاثه وشرحتها في مليون فيديو قبل كده. انت بكره هتخش لي الماتش سايب كل ده ومركز لي مع زيزو، يبقى انت حمار. انا اسف ما بتفهمش. انت بكره تبقى حمار لو ركزت في زيزو وقصته وشتمته وسبت الزمالك. هو محتاج لجمهورك. انتوا اللي صلحتوا النادي الزمالك وصلحتوا تاريخه، انتوا مش اللعيبه. انتوا اللي وقفتوا ورا النادي ده في فتره ما حدش كان مصدق ان الزمالك يقدر يعمل حاجه، وانتوا اللي عملتم. فهتيجي كل ده في لحظه طيش تنسى كل ده وتركز مع لاعب باعك. لا، يبقى انت غلطان. اسمح لي، انت غلطان. لازم بكره اللعيبه مش مركزه انت اللي تركزوا، اللعيبه عندها مشكله انت اللي تحلها، تديهم ثقه، تديهم كل حاجه. بص يا صاحبي هقول لك على حاجه. بكره انا جاي التشكيل عندي اهو، تسمح لي هقوله لك. بص يا صاحبي، التشكيل بالنسبه لي اللي يقدر يكسب بيه بكره: المهدي سلام في حراسه المرمى، محمد امين باك يمين، حسام عبد المجيد والونش بنتاج ده الظهر الدفاع، قدامهم شحاته، عبد الله، ادم كايد، عدي الدباغ، ناصر منسي، الفينه. ده اللي يقدر يغير بكره. انت بكره ما تنزليش خايف بكره وتخبط في بعضها. انا مش حتى بعد الشهر لو نزلت وانت كنت راجل بلعب بقول مصحف لا اطلع احييك. انا مش عاوز اكون مندفع ولا اكون متعصب فاغلط في الكلام، لان انت النهارده بتواجه منظومه محسسانه ان ضعف الاهلي سبب تتويج النادي الزمالك بالدوري. لا، انا قوي وانا اللي كسبت الفرقه رايح جاي، اللي هفتهم رايح جاي. انا كسبت فرقه هفتهم هم نفسهم. انت بكره لازم تحطهم في مكانهم الطبيعي اللي هم مش متخيلينه. هم في دماغهم ان هم كبار افريقيا حاليا. لا، انت الكبير حاليا، انت الكبير لحد ما الحكم يصفر بفوزك. انت ما عملتش اي حاجه عشان تبقى عارف. انت النهارده زي ما قلت في اكتر من فيديو، واللي عاوز يطلع يهجص. قلت لك ان دخلت السوبر اتهزمت منه، طلعت من الكاس، طلعت من الرابطه. انت بتنافس على بطولتين: نهائي الكونفدراليه والدوري الممتاز. انت قوم قوسين او ادنى من انك تعمل موسم اعجازي مش تاريخي. هم هيقرأوا سنه 2025 دي عشان هتفكرهم لما عمل كان يفضل يقول لك في التاريخ الزمالك مش عارف في سنه كام جمع النجوم كلها وفريق الاحلام والاهلي خد الدوري. انت النهارده هتعمل نفس الكابوس
اللي هم كانوا بيعايرونا بيه اللي انا ما شفتوش عامه. فانت النهارده هتفكرهم بالامهم وبكذبهم. لكن بقى اسيب كل ده واركز ملاعب بقى اللي يبقى انا ما بفهمش كوره ولا بفهم تاريخ. الكوره بتدي اللي بيعرق مش اللي بيتكلم كتير. فانا بكره مش عاوز كلام، فانا النهارده مش جايب لك كلام كتير، انا جاي انصحك وانت براحتك. انا جاي انصحك وانت براحتك. يا كابتن معتمد، يا كابتن معتمد، ما تخافش بكره ايا كانت الظروف والاسباب. لبست جون لبست اتنين، هاجم. انا مش خسران حاجه ولا ببكي على حاجه. دي ماتشات كؤوس، اللي يقول لك على سلاح حمار. دي ماتشات كؤوس بتكسب ولا تلعب. هتقول لي يا عم الجول انت ما بتحبهاش، والله ما بحبها بس مقتنع بيها النهارده. انا عاوز اكسب ان شاء الله ما العبش، بس انا برضه حاجه اقول انا خايف من ايه. هتقول لي يا عم ده الاهلي وكبير افريقيا والاسترالة الحمضاني. قلت لك الكوره بتدي للي بيعرق، الكوره بتدي للي بيعرق، الكوره بتدي للي عنده شخصيه، الكوره بتدي للي عنده اداء في الملعب. وقلت لك قبل كده الحظ بيجي للمجتهد، الحظ بيجي للمجتهد. اللهم بلغت اللهم فاشهد. بكره باذن الله شويه رجوله شويه تركيز بيساوي الفوز، بيساوي تعثر بيراميدز لو حصل يعني بقى ان شاء الله يحصل من انبي. فاسمع بكره بلال علام وهو بيديها لهم في نص دماغهم الدوري في متعوبه، وباذن الله الدوري في متعوبه. انا هنا مش عايز اطول عليك، مش حلقه بايخه، لكن عوض كلامي واول ما توصفني هستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي ممكن تقول عليا في الكومنتات واقف فوق دماغي ويحترم، وباذن الله اشوف حاجه جديده. والسلام.